السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال تانية ثانوي شعبة العلمي في جميع أنحاء الجمهورية. إن شاء الله النهاردة يا شباب هناخد درس قانون نيوتن التاني. درس لذيذ، درس سهل، بس خلي بالك ده عصب الديناميكا، سواء أنت كنت في تانية ثانوي أو هتخش إن شاء الله علم رياضة فتبقى في تالتة ثانوي. الديناميكا بتاعتك العصب بتاعها قانون نيوتن التاني. صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام. بسم الله نبتدي ونشوف هنقول إيه. ركز معايا كده يا معلم ونشوف قانون نيوتن التاني بيقول لك ايه. قانون نيوتن التاني بيقول لك حاجه حلوه قوي قوي، يعني بيقول لك خلي بالك ان معدل تغير معدل تغير كميه الحركه. معدل تغير كميه الحركه مالها بقى؟ معدل تغير كميه الحركه تتناسب طرديا مع القوه المؤثره على الجسم. مع القوه المؤثره على الجسم. احنا هنقول بس النص بتاع قانون نيوتن الثاني وبعد كده هنشرحه، وبعد كده اقول لك الخلاصه ازاي تتعامل مع القصه الجميله دي. قصه جميله سهله بس ركز معايا. يبقى مع القوه المؤثره على الجسم. تعالى بس نبتدي نوضح اللي احنا كاتبينه ده. بيقول لك معدل تغير كميه الحركه. معدل تغير يا جماعه يعني اشتقاق. طيب كميه الحركه، انا عارف ان كميه الحركه رمزها ميم، خدناها تمام. قال لك معدل تغير بقى كميه الحركه، طبعا يا جماعه الاشتقاق بالنسبه للزمن، يعني دال ميم دال نون، يعني اشتقاق كميه الحركه بالنسبه للزمن ده يتناسب طرديا مع القوه المؤثره. طيب نيوتن قال لك كده ان ده القانون بتاعه الثاني، ان معدل تغير كميه الحركه يتناسب طرديا مع القوه المؤثره على الجسم. قال لك خلاص احنا هنشيل علامه التناسب ونحط ثابت. قال لك د م د ن بيساوي ثابت مضروب في القاف. الكاف دي ثابت يا شباب. نيوتن بقى قال لك انا هعتبر الثابت ده بواحد، براحته يا باشا، هو صاحب القانون. خلاص يبقى الكاف دي كده اصلا بواحد. فقال لك خلاص يبقى القاف هتساوي د م د ن د م د ن. يعني القوة المؤثرة على الجسم مالها؟ عبارة عن اشتقاق كمية الحركة بالنسبة للزمن. طيب تعالى كده نفتكر حاجة جميلة قوي. احنا لسه قايلين ان كمية الحركة عبارة عن كاف في عين، صح؟ كمية حركة كفية عين، خدنا الدرس. طب بص بقى، قال لك ان القاف بقى عبارة عن اشتقاق كمية الحركة بالنسبة للزمن. فانا هروح لكمية الحركة كده اقول له بعد اذنك انا عايز اشتقك بالنسبة للزمن. طبعا يا جماعة الكاف ده انا هسيبه زي ما هو لان ده رقم، هيبقى عبارة عن د عين بقى د نون. تمام، يعني انت عايز تشتق الكاف عين اشتقها، الرقم سيبه زي ما هو، اشتق العين بالنسبة للنون يعني ده العين ده النون. حلو. قال لك بقى ان القاف بتساوي كاف د عين د نون، دي اشتقاق السرعه بالنسبه للزمن، ده بيطلع لي العجله. فده يعتبر قانون القوه في نيوتن الثاني، ان القاف بيساوي كف في ج، القاف بيساوي كف في ج، القاف بيساوي كف في ج. طيب قال لك الخلاصه بتاعت الحوار ده كله عشان ما نقعدش نضيع وقت. نيوتن الثاني بقى بيقول لك حاجه جميله قوي، خلي بالك. انت عندك حالتين. ايه هما الحالتين؟ ان الكتله ممكن تبقى ثابته. الكتلة ممكن تبقى ثابتة أو الكتلة ممكن تبقى متغيرة. يبقى أنا دلوقتي يا جماعة عندي حاجتين، الكتلة يا إما هتبقى ثابتة يا إما متغيرة. قال لك لو الكتلة ثابتة يبقى القاف بيساوي كف في ج، القاف بيساوي كف في ج. طيب الكاف دي لو متغيرة يبقى القاف بيساوي دالة م دالة ن دالة م دالة ن. يعني انت تقصد ان قانون نيوتن الثاني هو على فكره ده هو ده احنا لسه قايلين تمام، بس بيقول لك يعني انا ممكن اديك دلوقتي يا جماعه ان الكاف بتساوي 3. 3 ده رقم ثابت، فلما تيجي تجيب القوه هنا بقانون نيوتن الثاني القاف بيساوي كاف في ج. هتستخدم القانون ده لان القوه دي الكتله دي قصدي ثابته. طيب لو انا جيت مثلا قلت لك ان الكتله عباره عن 2 نون زائد 3 مثلا، بتبقى يا جماعه الكتله علاقه في نون، يعني فيها نون من الاخر. طيب قال لك لو انا عايز اجيب القوه هنا فالقوه هتبقى عباره عن داله م داله ن. يعني انت هتروح تجيب كميه الحركه اللي هي عباره عن كف عين، فانت معاك الكتله متغيره هتضربها في العين هيطلع لك كميه الحركه. كميه الحركه دي بقى هتعمل لها اشتقاق بالنسبه للزمن هتطلع لك القوه.
الكلام ده تبقى عارفه بس كده. يبقى احنا خدنا قانونين، اللي هو نفس القانون، يعني ان قانون نيوتن الثاني بيقول لك ان ق بيساوي ك في ج. ايوه، ده لو الكتله ثابته. طب لو الكتله متغيره يبقى اقول له هجيب كميه الحركه واعمل لها اشتقاق بالنسبه للزمن. ده اللي نيوتن الثاني قال لك عليه، يعني نيوتن قال لك عليه في قانونه الثاني يعني. طيب خلينا بس مركزين مع حته ان ق بيساوي ك في ج. ركز معايا هنا يا قلبي، ق بيساوي ك في ج. حلو. قال لك انا نيوتن، فالقوه لما تيجي تستخدمها في قوانين نيوتن يا جماعه هتبقى لازم تبقى بالنيوتن، بوحده النيوتن. تمام؟ او الوحده الصغيره بتاعتها اللي احنا قلناها قبل كده، الداين. يعني نيوتن الوحده الكبيره بتاعت القوه، داين الوحده ايه؟ الصغيره بتاعت القوه. قال لك ان الوحدات دي اسمها وحدات مطلقه. وحدات ايه يا شباب؟ مطلقه. احنا عندنا نوعين من الوحدات، وحدات تثاقليه ووحدات مطلقه. خلينا في المطلقه دلوقتي. تعالى كده نشوف الوحدات بتاعتنا عامله ازاي. قال لك لو انا هعوض مثلا عن الكتله بالكيلو جرام، الكتله كبيره، الوحده بتاعتها كبيره، فهتعوض عن العجله بالمتر لكل ثانيه تربيع. فبالتالي دي اول وحده من وحدات قياس القوه، الكيلو جرام متر لكل ثانيه تربيع. خلي بالك اللي هي تكافئ النيوتن، يعني نيوتن اصلا عباره عن ايه؟ الكيلو جرام متر لكل ثانيه تربيع. الخلاصه لو هتمسك الكتله تعوض عنها بوحده كبيره، يبقى العجله وحده كبيره، يبقى القوه وحده كبيره. فاهم قصدي؟ طيب لو انت هتعوض مثلا عن الكاف ديت بالجرام، تمام، يبقى العجله سنتيمتر لكل ثانيه تربيع، لان انت اخترت الوحده الصغيره. فبالتالي القوه بتاعتك هتبقى الوحده الصغيره اللي هي الداين. فالداين عباره عن جرام سنتيمتر لكل ثانيه تربيع. حلو الكلام. دي وحدات مطلقه، ونيوتن او قوانين نيوتن انا ما بتعاملش معاها الا من خلال الوحدات المطلقه. امال ايه الوحدات التثاقليه اللي انت قلت عليها دي يا مستر؟ التثاقليه، خلي بالك التثاقليه دي بقى كتبتها غلط. مالها بقى الوحدات التثاقليه ديت؟ قال لك هي وحدات القوه برضو. عباره عن ايه؟ عباره عن وحدتين، يا ثقل كيلو جرام يا ثقل جرام. حلو. الوحدات التثاقليه ديت انا ما بتعاملش بيها في قوانين نيوتن. قوانين نيوتن هو صاحب القانون، فهتتعامل بالوحدات المطلقه اللي هي نيوتن او الداين اللي هي الصغيره بتاعتها. حلو. انا يهمني حاجه مهمه بقى قوي دلوقتي، ازاي احول الثقل كيلو جرام للنيوتن؟ ما انت هتحولها لنيوتن، ما هو الثقل كيلو جرام دي وحده كبيره، فلما تيجي تحولها لوحده مطلقه تحولها لوحده كبيره اللي هي نيوتن. زي الثقل جرام وحده صغيره، لما تيجي تحولها لوحده مطلقه هتبقى داين. ركز معايا في التفاصيل دي. طيب من الثقل كيلو جرام لنيوتن قال لك بتضرب في 9.8 اللي هي عجله الجاذبيه. طب من نيوتن للثقل كيلو جرام قال لك طالما من هنا بتضرب يبقى هنا هتقسم على 9.8. طيب ننزل هنا من الثقل جرام للداين قال لك بتضرب برضو في عجله الجاذبيه، بس خلي بالك دي وحدات صغيره، فهتضرب في الوحده الصغيره بتاعت عجله الجاذبيه اللي هي 980 سنتيمتر لكل ثانيه تربيع. طب من الداين للثقل كيلو جرام، للثقل جرام قصدي، من الداين للثقل جرام قال لك مش هنا بتضرب في 980، لا هنا هتقسم على 980. خلي بالك الحاجات دي مهمه قوي. فدي الوحدات التثاقليه بتاعتي، انا مش بتعامل بيها في وحدات في قوانين نيوتن، لازما بتعامل في قوانين نيوتن بوحدات مطلقه اللي هو النيوتن او الداين. خلي بالك احنا قلنا برضو الحصه اللي فاتت في قانون نيوتن الاول ازاي احول من النيوتن للداين. قال لك من النيوتن للداين بتضرب في 10 اس 5. جت منين ال 10 اس 5؟ ده منطقي. قال لك من الكيلو جرام للجرام هيبقى 1000، تضرب في 1000. من المتر للسنتي هتضرب في 100. ف1000 في 100 يعني 100000، اللي هو عباره عن 10 اس 5، عشان بس تبقى عارف هي جت منين. انا ما يهمنيش بقى الكلام ده، انت تحفظ الرقم وخلاص. اللي هو من نيوتن لداين هتضرب في 10 اس كام يا شباب؟ اس 5. حلو الكلام ده. طيب هي دي الوحدات اللي هنتعامل معاها. لازم تبقى فاهم القصه دي. حاجه كمان، خلي بالك ان الوزن عموما، الوزن غير الكتله. لو انت معاك ان الكتله مثلا ب 3 كيلو جرام، فممكن اجيب الوزن بطريقتين. خلي بالك بقى في الحته الجميله دي هتوفر عليك حاجات كتير جدا. قال لك الوزن، طالما الكتله ب 3 كيلو جرام ممكن اقول لك ان الوزن عباره عن 3 ثقل كيلو جرام. ممكن اجيب الوزن عن طريق الوحدات التثاقليه اللي انت بتمسك الكتله وتكتبها زي ما هي، بس بدل كيلو جرام هي تثاقليه فهتبقى ثقل كيلو جرام. حلو. او ممكن تجيب الوزن عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه، وده اللي احنا عارفينه.
ان الوزن عباره عن كتله في عجله الجاذبيه، وده اللي بيفرقك يا جماعه لما انت تبقى وزنك على سطح الارض غير كتلتك لما تخرج بره سطح الارض. وده خدناه واحنا صغنطاطين شويه في ابتدائي، وقال لي خلي بالك ان كتلتك صغيره، كتلتك مش زي وزنك، لما تطلع على سطح القمر وتشوف كتلتك هتبقى كام، هي دي كتلتك فعلا الحقيقيه. والكلام ده خدناه واحنا صغنطاطين كده مع ميس وفاء او ولاء او ايا كان اسمها ايه. فركز بس معايا في الحته ديت، ان الوزن ممكن اعبر عنه بحاجتين: بوحدات تثاقليه اللي انت بتاخد الكتله زي ما هي وتحط ثقل كيلو جرام، او اللي هو الوزن عباره عن كاف في د. كاف في د الوزن كاف د اللي هي الكتله في عجله الجاذبيه. الكتله مثلا معايا 3 في عجله الجاذبيه، لو انت هتعوض عن الكتله بالكيلو جرام فانت عايز عجله الجاذبيه الكبيره اللي هي 9.8. طب لو الكتله بالجرام هتضرب في عجله الجاذبيه اللي هي 980 اللي هي الوحده الصغيره بتاعت الايه، عجله الجاذبيه. فاهم؟ لما تضرب ده هيطلع لك الوزن من الاخر، واقوم كاتب جنبه نيوتن، لان الوزن ده يعتبر في الاول وفي الاخر ايه؟ عباره عن قوه. تمام؟ قوه الوزن، قوه الوزن. طيب يهمني حاجه كمان، ان الوحدات ديت كده تكون انت مسجل معايا ورقه وقلم في الموضوع دوت، عشان ايه؟ تبقى الدنيا رايقه معاك وتعرف تتعامل مع القصه الجميله ديت. طيب ده قصه الوحدات، رخمه مش قوي، انت بس بص عليها مع الحل، مع الحل، وركز كلمه مع الحل ديت، لان انت لو قعدت تتكلم من الصبح للكلام ده مش هتتلخبط. فمع الحل الموضوع هيبقى لذيذ وجميل جدا. بس يهمني حاجه، اللي انا ما ينفعش استخدم ما ينفعش استخدم ايه؟ ما ينفعش استخدم قوانين نيوتن الا لما اعوض بالقوه، اي قوه مش لازم قاف. ما انا عندي القوه عباره عن قوه ذات نفسها، او قوه المقاومه، او قوه الوزن، او كل الكلام ده لازم يبقى بوحدات مطلقه نيوتن او داين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب تعالى بقى نمسك الحته دي كده، تعالى كمل معايا. احنا لسه قايلين ان القاف بيساوي كف في ج، القاف بيساوي كف في ج. حلو. القاف ديت يا شباب هي القوه المحصله، القوه المحصله. حلو الكلام. يعني انت لو معاك مثلا جسم اهو، بيؤثر عليه قوه ناحيه اليمين وقوه ناحيه الشمال. لو مثلا الجسم بيتحرك ناحيه اليمين ففي مقاومه مثلا عكس الاتجاه، عكس اتجاه الحركه في الناحيه الثانيه. عايز تجيب محصله القوه هنا، كنا بنقول محصله القوه عباره عن ايه؟ القوه الكبيره اللي هي مع الحركه ناقص القوه الصغيره اللي هي عكس الحركه. دي كده عباره عن القوه المحصله. فالقوه المحصله دي هتساوي كف ج. احنا بنلخص الموضوع دوت، بتقول ايه؟ ان قانون نيوتن الثاني بقى، نلخص بقى الحته دي، ان نيوتن الثاني بيقول لك ايه؟ ركز بقى في الموضوع ده عشان ده اللي هنتعامل معاه على طول. ان نيوتن الثاني يا معلم بيقول لك ان مع ناقص عكس هيساوي كف ج، مع ناقص عكس هيساوي كف ج. يعني القوه كلها اللي مع الحركه ناقص القوه كلها اللي عكس الحركه، كل ده بيساوي كاف في ج. الكتله اللي هي كاف، والجيم اللي هي العجله، دي مش عجله الجاذبيه، لا دي العجله، وهنشوف هنحسبها ازاي او هنتعامل معاها ازاي. طبعا مع قوانين الحركه اللي هم الثلاث معادلات، معادلات الحركه داخلين معانا وراشقين معانا في كل حاجه حرفيا. فلو انت مش مظبطهم يعني مستحيل بعد كل الدروس دي تكون انت لسه مش مظبطهم. تمام يا معلم؟ تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ للدردشه اللي كنا عايزين ندردشها سوا في الاول. تعالى كده نبتدي نخش على مثال واشرح لك كل فكره بالمثال بتاعها. يعني مش هجمع لك كل حاجه في الاول، لا، كل فكره مع المثال بتاعها، عشان ايه؟ الموضوع ما يبقاش مقرف معاك. طيب قال لك انا معايا جسم كتلته 5 كيلو جرام، يكون وزنه كام؟ على فكره انا ممكن اجيب الوزن على طول عن طريق ان انا اقول لك الكتله هي زي ما هي بس ثقل كيلو جرام، او اقول لك ان الوزن اصلا عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه وساعتها الوحده هتبقى نيوتن. لسه قايلين الكلام ده. طيب هقول له بقى ان الوزن عباره عن الكتله عباره عن كام؟ 5 كيلو جرام. خلي بالك الكتله بالكيلو جرام، يبقى عجله الجاذبيه هتبقى 9.8. بس اضرب الخمسه في 9.8، تعالى كده نشوفها، 5 في 9.8 هيطلع لي كام؟ 49. يبقى اقول له 49 نيوتن. فالوزن معايا هنا 49 نيوتن. فين 49 نيوتن؟ اهي. طيب لو لقيت 5 ثقل كيلو جرام اختارها. يبقى احنا عرفنا نجيب الوزن عن طريق حاجتين: يا اما تاخد الكتله زي ما هي وتكتب ثقل كيلو جرام، يا اما تاخد الكتله وتضربها في عجله الجاذبيه. وده اللي احنا عارفينه، ان الوزن عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه، الوزن عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه. حلو الكلام. تعال نخش كده على السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لك انا معايا جسم كتلته 8 كيلو جرام يتحرك راسيا لاعلى. يبقى انت دلوقتي اول حاجه يا جماعه تهتم في الديناميكا بالرسم. انت معاك جسم يتحرك راسيا لاعلى. اي يا جماعه اي جسم او اي حاجه وزنها عمودي لاسفل، تمام كده عشان تبقى فاهم الموضوع ده. فالوزن معايا تحت، ممكن تكتب لي واو على طول، او ممكن تقول لي كاف دال.
والاحسن بقى اللي انت دايما لما تيجي تعوض عن الوزن تقول لي كاف د عشان تعرف تتعامل مع القصه دي. طيب قال لك جسم كتلته 8 كيلو جرام، يعني الكاف عباره عن 8 كيلو جرام. يهمك الوحدات فركز مع حته الوحدات. قال لي يتحرك راسيا لاعلى بعجله ج تحت تاثير قوه تعمل في اتجاه الحركه. طيب يبقى اللي بيطلع الجسم لفوق اصلا مش بيطلع كده هباء وخلاص، لا ده في قوه بتسحبه لاعلى. هو قال لك يتحرك لاعلى، الجسم ده يتحرك لاعلى. طيب دلوقتي انا رسمت رسمت، طلعت المعطيات. قال لك ان بس القوه دي تعمل في اتجاه الحركه مقدارها 12 ثقل كيلو جرام، يعني القوه عباره عن 12 ثقل كيلو جرام. حلو. هو عايز مني ايه؟ عايز العجله بوحده المتر لكل ثانيه تربيع. ركز معايا، بعد ما ترسم اكتب قانون نيوتن الثاني وبعد كده ربنا يحلها من عنده. قانون نيوتن الثاني بيقول لك القوه اللي مع الحركه اللي هي ق ناقص اللي عكس الحركه اللي هي ك د، كل ده بيساوي كف ج مع ناقص عكس بيساوي كف ج. حلو، ده نيوتن الثاني. تمام. فالقوه هتبقى بالنيوتن، يبقى الكتله بالكيلو جرام، يبقى عجله الجاذبيه 9.8، يبقى الكتله بالكيلو جرام، يبقى العجله بالمتر لكل ثانيه تربيع. طب لو القوه بالداين، انت عوضت بوحده صغيره، يبقى الكتله بالجرام، يبقى عجله الجاذبيه 980، يبقى الكتله بالجرام، يبقى العجله العاديه سنتيمتر لكل ثانيه تربيع. انا بركز معاك بس على الايه، حته الوحدات دي. طيب يبقى انا معايا الكتله دلوقتي يا مستر، انت هتعوض عنها بالنيوتن. طب ده 12 ايه ثقل كيلو جرام، لا انا عايز احول من الثقل كيلو جرام للنيوتن، قلنا هنضرب في 9.8. طيب هقول له ناقص الكتله بالكيلو جرام بقى، يبقى 8 في الدال اللي هي 9.8، هقول له كل ده بيساوي الكتله ب 8 في الجيم اللي انا عايزها. طيب انا ممكن اقسم هنا على 8 واقسم كل ده على 8. طيب دول طاروا مع بعض هيطلع لي الجيم على طول، وخلي بالك الجيم هتطلع لي بالمتر كل ثانيه تربيع لان دي وحده كبيره. طيب اعمل ايه بقى؟ اجيب الاله بتاعتي الجميله، اقول له 12 في 9.8 تمام ناقص 8 في 9.8 على ال8. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك 49 على 10 يعني 4.9. فاقدر اقول له ان العجله ب 4.9 متر لكل ثانيه تربيع. كلام لذيذ، كلام لذيذ وسهل جدا. طيب تعالى كده نخش على مثال رقم 3 ده. قال لك في الشكل المقابل انا عايز اعرف القوه بتساوي كام. طيب خلي بالك في عجله، طالما في عجله فهو مش نيوتن الاول. ما احنا اتفقنا امتى بيبقى نيوتن الاول يا شباب؟ لما يقول لي سرعه منتظمه او سرعه ثابته او اقصى سرعه، صح؟ او الجسم ساكن، يبقى ساعتها يا شباب استخدم نيوتن الاول. طب هنا جاب لي عجله، خلاص السرعه ما بقتش منتظمه، في عجله، يبقى ده نيوتن الثاني. تمام. خلي بالك الحركه لتحت، فاقول له مع اللي هو 53 زائد الواو، كل ده معاه، دي القوه اللي مع الحركه، ناقص القوه اللي عكس الحركه اللي هي اسمها ق مع ناقص عكس هيساوي ايه يا جماعه؟ كف ج. حلو قوي الكلام ده. طيب عايزين نتعامل ونشوف القصه ماشيه ازاي. مستر 53 اهو زائد الواو ده عباره عن ايه؟ الوزن يا مستر عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه اللي هي كف د، مش احنا اتفقنا على كده؟ اقول له ناقص القاف، كل ده بيساوي كف ج. خلاص انا هبتدي اعوض دلوقتي والدنيا رايقه. اقول له اهو 53 زائد الكتله، هو جايبها لي في الرسمه ان هي ب 10 كيلو جرام، يبقى هضرب في الدال اللي هي 9.8. لو جرام كنت هضرب في 980، خلي بالك. اقول له ناقص القاف، هو عايز القاف اصلا، اقول له كل ده بيساوي الكاف اللي هي ب 10 في الجيم اللي هو 2 متر لكل ثانيه تربيع، فاضربها في 2. طيب على طول احنا ممكن نعملها بالاكس على فكره. اقول له القاف بيساوي كام، فممكن نجيب الاله عشان ما نصدعش دماغنا. يبقى اقول له 53 زائد 10 في 9.8 ناقص الايه، الاكس بتاعتي، كل ده هيساوي يا شباب 2 في 10 اللي هو 20 يعني. تمام. شيفت كالك يساوي هيطلع معايا 131، فالقوه هتطلع معايا 131 ايه؟ احنا قلنا القوه قصدي هتطلع معايا 131 ايه بقى؟ قلنا يا نيوتن يا داين. وحدات كبيره فعلا متر كل ثانيه تربيع كيلو جرام يبقى نيوتن، لو وحدات صغيره يبقى داين. دي قوانين عمك نيوتن يا باشا، اللي بيطلع منها نيوتن او داين، اللي بعوض بيه يا نيوتن يا داين، وحدات مطلقه بس، يبقى اقول له 131. حلو السؤال. طيب يلا بينا نخش على فكره حلوه. ايه الفكره دي بقى؟ بيقول لك لو هتطلق رصاصه على هدف خشبي. جماعه الرصاصه، ركز معايا كده في الويب كام، ركز معايا دلوقتي. انا لو هضرب رصاصه، الرصاصه بتبقى جوه فوهه المسدس اهو، المسدس اهو بتبقى جوه الفوهه. فايه اللي بيحصل؟ ايا كان ايه اللي بيحصل جوه، ان في قوه دفع، يعني انا بدفع الرصاصه من جوه، فانا باثر بقوه.
باثر بقوه وخلاص كده. هل القوه مستمره؟ لا، ده بتخبطها وخلاص. فايه القوه بتخبط الرصاصه، فالرصاصه بتطلع. بعد كده الرصاصه بتتحرك، مش بتتحرك يا جماعه، ما بيبقاش فيه قوه، هي بتتحرك نتيجه لتاثير القوه اللي حصلت قبل كده. فبالتالي اللي انا اقصده ان الرصاصه بتاعتي اهي بتتحرك ناحيه اليمين، تمام. ما حدش يقول لي ان هنا في قوه بتحرك الرصاصه، لا، القوه خلاص هي لسعتها في الاول، هي مش مستمره معايا. طب وهي ماشيه كده في مقاومه عكس اتجاه الحركه، الميم. فانا هنا لو عايز اطبق نيوتن التاني هقول له مع، مفيش حاجه مع، يبقى صفر ناقص عكس اللي هو الميم، كل ده بيساوي كف ج. فاول لما الاقي رصاصه في الموضوع يا جماعه يبقى سالب م بيساوي كف ج، سالب م بيساوي كف ج. حلو الكلام، حلو الكلام. طب يقول لك انا ضربت رصاصه على هدف خشبي. يا عم انت معاك الخشب اهو، ما انت معاك الخشب اهو. الخشب، الرصاصه لما تخش جوه الخشب يا جماعه، فالرصاصه اهي طبعا هي هتتحرك الناحيه دي ناحيه اليمين، نفس الفكره. مفيش قوه بتحركها، ده القوه كانت خبطتها من الاول خالص، فهي مش مستمره معايا. عكس اتجاه الحركه فيه مقاومه الخشب يا قلبي. فاقول له برده مع ناقص عكس هيساوي كف ج، فيطلع معايا سالب م هيساوي كاف ج. ودي الفكره الاولى بتاعت الرصاصه لما اضربها على هدف خشبي. حلو الكلام، حلو الكلام. واحده واحده. قال لك لو معايا سقوط جسم فيه رمل او ميه او طينه او اي حاجه يا جماعه ممكن تزفلط الحاجه اللي بتنزل فيها، تمام. ما بيبقاش فيه قوه لتحت، لا، بيبقى فيه، عارف ايه؟ تعالى تخيل معايا كده ان احنا عندنا في الرمله اهو، هي الرسمه باينه. تعالى نعملها تاني انا معايا اهو يا جماعه الطينه او الميه او الرمله ايا كان يعني. الجسم اهو، تعالى نعملها بقلم مختلف. معايا جسم اهو يا شباب. طيب الجسم هو نازل، ايه اللي بيخليه ينزل اصلا؟ ما تقوليش القوه، لا، هتقولي قوه الوزن. اي حاجه يا جماعه، اي جسم ليه وزن الاسفل. قلنا وزن يبقى كاف د بقى، صح ولا ايه؟ صح، عشان يطلع لي نيوتن. كاف د يبقى يطلع لي نيوتن. المهم وانت نازل تحت في الاخر هتسكن. ايه اللي بيخليك تسكن؟ ان في مقاومه للميه او للطينه او للرمله، فالمقاومه بتبقى عكس اتجاه الحركه، انت نازل فالمقاومه الاعلى. فلو عايز اطبق هنا قانون نيوتن الثاني هقول له ايه يا شباب؟ مع الحركه اللي هو ك د ناقص عكس الحركه اللي هو م، كل ده هيساوي كف ج. بس، وتبتدي تشتغل والدنيا هتبقى رايقه. هنشوف مثال على كل فكره. طيب تعالى كده نخش على ثالث فكره. لو انت معاك دي تاني فكره طبعا زي ما احنا قلنا. ثالث فكره، لو انت معاك مظله تهبط لاسفل. طيب ركز معايا، المظله اهي يا شباب، المظله اهي، احنا معانا مظله اهي تهبط لاسفل. طيب فهي بتتحرك لاسفل. طب انا عايز اشوف ايه اللي معايا وايه المعطيات اللي معايا. اي حاجه ليها وزن الاسفل، وزن يعني كاف د. طيب وانت نازل، اللي بيخلي المظله بتنزلك بامان لحد الارض ان في مقاومه الهواء مع المظله، فبتخليك تنزل بالراحه، ففي مقاومه عكس الاتجاه، فالمقاومه هتبقى لاعلى. حلو الكلام، حلو الكلام. هقدر اقول له نيوتن الثاني عباره عن ايه؟ مع اللي هو كاف د ناقص عكس اللي هو الميم، كل ده هيساوي كاف في ج. نفس الكلام في ايا كان باقي الرسمه اللي مديها لك، القصه اللي مديها لك، انت عندك مخ وبتفهم، فاقدر اتعامل مع القصه دي وعلى القصه دي واشوف معايا مقاومه ولا لا، هل ذكر في المساله مقاومه ولا لا. ارسم الاول، اكتب قانون نيوتن الثاني، وبعد كده اشوف ايه اللي ناقصني. لو ناقصني عجله ممكن اجيبها من معادلات الحركه، ناقص لي كذا اجيبها من معادلات الحركه، على حسب بقى السيناريو بتاع السؤال. فما نقعدش نرص الكلام وخلاص. طيب تعالى كده نخش على مثال ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. هنا بيقول لك اثرت قوه مقدارها 8 نيوتن على جسم ساكن كتلته 4 كيلو جرام، فان السرعه التي يكتسبها في نهايه 5 ثواني من بدء الحركه. خلي بالك ان في قوه اثرت على الجسم، هو ما قالكش بقى ايه ان في مقاومه ولا في بتنجان، فانت مش محتاج ترسم. القوه اصلا عباره عن ايه؟ ق بيساوي كف في ج. طب ايه اللي هيجيب لي يا مستر القانون ده في دماغي يعني؟ اولا لان هو مديك قوه بس. ثانيا ان في عجله في الموضوع، او في موضوع حصل يعني، اللي هو ما قاليش سرعه منتظمه او سرعه ثابته او اقصى سرعه. طالما ما قالش اي لفظ من الالفاظ ديت يا شباب، يبقى ده مش نيوتن الاول، يبقى اكيد نيوتن الثاني. خلي بالك انت اي مساله ديناميكا بعد كده ان شاء الله حتى في ثالثه هتشوف نظامك انت نيوتن اول ولا نيوتن ثاني، وبعد كده تبتدي تتعامل مع السؤال. فاهم؟ يبقى اقول له ق بيساوي كف ج. طيب نبتدي نشتغل. انت معاك القوه، قال لك ان القوه مقدارها 8 نيوتن. معاك الكتله 4 كيلو جرام. معاك العجله؟ لا. طب هو عايز ايه اصلا؟ هو عايز ايه؟ عايز السرعه التي يكتسبها في نهايه 5 ثواني من بدء الحركه. طب ما انا ممكن اجيب العجله ازاي؟ اعوض يا عم عن القوه، خلي بالك هو مديلك ب 8 نيوتن مريحك،
فاقول له 8 نيوتن هيساوي الكتله تبقى بالكيلو جرام. قال لك ان الكتله 4 كيلو جرام، يبقى اقول له 4. ما تنساش العجله، فاقدر اجيب العجله لما اقسم هنا على 4 واقسم هنا على 4 دول طاروا مع بعض، يبقى قال ان العجله هتساوي 8 على 4 ب 2 متر لكل ثانيه تربيع، لان انت معوض بوحدات كبيره، فوحده العجله اللي هتطلع لك وحده كبيره. حلو، جبت العجله. كمل بقى معايا. هو جه قال لك ان في قوه اثرت على جسم ساكن، يعني السرعه الابتدائيه بتاعته بكام يا شباب؟ بصفر. ايوه، قال لك فان السرعه التي يكتسبها، يعني عايز السرعه النهائيه. السرعه النهائيه في خلال كام ثانيه؟ قال لك في نهايه 5 ثواني من بدء الحركه، يعني الزمن 5 ثواني من اول هنا. ده يعتبر معادلات الحركه اللي احنا عارفينها. انت عايز السرعه النهائيه، هنا ما معكش مسافه، يبقى روح للمعادله الاولى. المعادله الاولى بتقول لك ايه؟ تعالى كده نكتب هنا ان المعادله الاولى بيقول لي ع بيساوي ع صفر زائد ج ن. حلو الكلام. فاقدر اقول له ع النهائيه اللي انت عايزها عباره عن ع صفر بصفر، الجيم اللي هي كام؟ 2 في النون اللي هي 5. طب و2 في 5 بكام؟ ب 10. يعني اقدر اقول له ان السرعه عباره عن 10 متر لكل ثانيه. دي السرعه في نهايه 5 ثواني من بدء الحركه. طيب اطلع اقول له هنا إيه يا جماعه؟ 10. طيب تعالى كده نبتدي نخش على سؤال رقم 6 ونشوف هنتعامل ازاي. طيب في سؤال رقم 6 بيقول لك اثرت قوه مقدارها 6 ثقل كيلو جرام على جسم فاكسبته عجله قدرها 4.9 متر لكل ثانيه تربيع. عايز كتله هذا الجسم. يا جماعه ق بيساوي ك في ج. اصبر ده، انت بترقص ليه كده؟ يلا بينا يا مستر. ق بيساوي ك في ج. طيب هو قال لك ان القوه مقدارها 6 ثقل كيلو جرام، فاقول له 6. اوعى تسيبها كده، انا ما بتعاملش بالثقل كيلو جرام يا عم، هو صاحب القانون بيقول لك انا نيوتن، عوض بالوحده بتاعتي الوحدات المطلقه. فاقول له 6 طالما ثقل كيلو جرام وحده كبيره، فاضربها في عجله الجاذبيه الكبيره عشان يطلع لي النيوتن، فاضرب في 9.8. اقول له كل ده بيساوي الكتله هو عايزها. العجله، هو قال لي العجله عباره عن 4.9 متر كل ثانيه تربيع. حلو، انت عايز الكتله، اقسم هنا على 4.9 واقسم هنا برضو على 4.9. دول طاروا مع بعض، هيبقى لي ان الكتله هتساوي. اعمل الكلام ده بقى على الاله، امسك الاله بتاعتي اقول له انا معايا ايه؟ معايا 6 في 9.8 كل ده على 4.9. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 12، يبقى الكتله هتساوي 12 كيلو جرام. بس كده، ده الاجابه، يبقى ده بتساوي 12. حلو الكلام يا معلم، حلو يا مستر، حلو يا قلبي، حلو يا مستر. طب يلا بينا يا عم، تعال نخش على سؤال رقم 1. ايه ده يا مستر؟ احنا كنا 6 يا ابني. لا، دي مجموعه اسئله تانية بقى، اسئله حلوه كده بتاع 8 اسئله ولا حاجه، ولا 7 اسئله يروقوا علينا الدرس، نخلصهم ننام بقى على طول عشان انا ما نمتش والله. يلا بينا، يلا بينا. قال لي سياره ساكنه كتلتها 4.5 طن، اثرت عليها قوه فاصبحت سرعتها 27 كيلو متر كل ساعه خلال دقيقه واحده، فان القوه التي اثرت على السياره. جماعه ما جابش سيره مقاومه، ما جابليش الا سيره قوه واحده اللي هي القاف، يبقى انا مش هرسم، مش محتاجه. اقول له ان القاف بيساوي كف في ج. نفس الفكره اللي احنا كنا بنتعامل معاها من شويه. طيب تعالى بقى نبتدي نشوف القصه دي. هو جه قال لك سياره ساكنه كتلتها 4.5 طن اثرت عليها قوه فاصبحت سرعتها. هو عايز القوه اصلا. طب انا لو عايز القوه لازم يبقى معايا الكتله. على فكره انت معاك الكتله ليه؟ ارجع كده، قال لك ان الكتله 4.5 طن. ماشي، يبقى انا ممكن اجي اقول له ان الكتله كده، الكتله كده، تعالى ننزل نكتبها هنا كده، ان الكتله 4.5 طن. خلي بالك 4.5 طن يعني هتضرب في 1000 فيبقى 4500. 4500 ثانية عشان قلت لك مش نايم. فاقول له ايه؟ 4 ونص في 1000. ايوه، في 1000 ماشي 4500. احنا صح، احنا صح. يبقى 4500 كيلو جرام دي الكتلة. ناقصك ايه عشان تجيب القوة اللي هو عايزها؟ الجيم دي يعني الجيم العجلة، صح؟ عشان تجيب العجلة معادلات حركة بقى. طيب شوف انت معاك ايه. قال لك بص، سيارة ساكنة يبقى السرعة الابتدائية بصفر يا مستر. حلو الكلام. جه قال لك اثرت عليها قوه فاصبحت سرعتها، اصبحت سرعتها يعني دي السرعه النهائيه بكام؟ 27 كيلو متر كل ساعه. فانا في الاستخبص كده امسك ال 27 احولها لمتر كل ثانيه. تمام، يبقى اقول له 5 على ال 18. طيب يبقى 27 في 5 على ال 18، امسك كده الاله اقول له ايه؟ 27 تمام في 5 كل ده على ال 18. الكلام ده بيساوي كام يا جماعه؟ قال لك بيساوي 15 على الاثنين اللي هو 7 ونص. فاقدر اقول له ان السرعه النهائيه دي، عشان بس نعملها على طول، 7 ونص. طبعا متر الكل ايه يا جماعه؟ متر الكل ثانيه. حلو الكلام، مش مشكله. طيب ودي السرعه الابتدائيه. كمل معايا يلا. جه قال لك ايه؟ خلال دقيقه واحده، يعني الزمن
الدقيقة يا جماعة يعني 60 ثانية. يا حلاوة، شفت الاختراع. يبقى الزمن بكام يا جماعة؟ ب 60 ثانية. هو عايز القوة يا عم، ما احنا عارفين احنا عايزين القوة، احنا دلوقتي بنجيب العجلة، فأنا دلوقتي عايز أدور على العجلة. ركز معايا بقى. أنت عايز العجلة يا مستر، صح؟ صح. طبعا العجلة هتطلع لك متر كل ثانية تربيع. ماشي يا عم، كلام بديهي. هنا ما معكش مسافة، فهتروح للقانون الأول من معادلات الحركة. هقول له ع بيساوي ع صفر زائد ج ن. بس. طيب ابدا اعوض بقى. عين النهائيه 7.5 هيساوي عين صفر بصفر، الجيم اللي انا عايزها في النون اللي هي 60، يعني 60 جيم. طب لو انا عايز الجيم اقسم هنا على 60 واقسم هنا على 60، فيطلع معايا الجيم على طول يا شباب. طيب لو احنا مسكنا الاله كده، احنا قلنا هنقسم ايه على ايه؟ هنقسم 7.5 على 60، فاقول له 7.5 على 60. هيطلع معايا 1/8. 1/8 يبقى العجله عباره عن كام يا شباب؟ 1/8 متر كل ثانيه تربيع. الحمد لله انا جبت العجله. هو انا عايز اجيب العجله ليه؟ عشان انا عايز اجيب القوه، فاقدر اقول له مش انت لسه قايل لي ان القاف بيساوي كاف، هي الكتله بكام؟ 4000 ونص. اه في جيم اللي انا لسه جايبها 1/8 هيطلع لي نيوتن. ها ده نيوتن، هيطلع لك يا نيوتن يا داين. حلو. يبقى امسك الرقم ده يا مستر اللي هو تمن ده، هضربه في ايه؟ في 4500. طلع معايا كام؟ 562 ونص. 562 ونص. طبعا اقول له ايه يا شباب؟ نيوتن. نيوتن دي وحدة القوة. طيب بس كده، بس كده يا عم. بجد والله يا مستر، والله يا عم الدنيا لذيذة. طيب تعالى يا عم نطلع فوق نكمل تاني. اعمل ايه؟ افصل. افصل كده. ماشي. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت قوه آلة قاطره، يعني في عندك القاطره يا جماعه دي اللي هي بتجر القطر، اللي هي اول عربيه في من الاخر يعني. تمام. قال لك اذا كانت قوه آلة قاطره تساوي 2.5 ثقل طن، وكانت كتله القطار والقاطره معا 200 طن، وبدأ القطار يتحرك من السكون، فإن سرعة القطار بعد نص دقيقة. برضو يا جماعة أنا ما لقيتش إلا قوة واحدة، اللي هو القوة اللي اسمها قاف. فبرضو لما تيجي تتعامل هتروح تقول له خلي بالك إن القاف بيساوي كاف في جيم. حلو الكلام، حلو الكلام. انت معاك القوه بكام؟ قال لك ان القوه ب 2.5 ثقل طن. خلاص انا اقول له 2.5 دي ثقل طن، لا انا عايزها ثقل كيلو جرام، يبقى اضرب في 1000. كده انت حولت لثقل كيلو جرام. لا ده انا كمان ما بعوضش بالثقل كيلو جرام، انا بعوض بنيوتن. بنيوتن لان دي وحده كبيره، فاضرب في 9.8. ركز معايا بالله عليك. انت معاك 2.5 ثقل طن، انت تحولها لثقل كيلو جرام فهتضرب في 1000. كده انت يعتبر معاك ثقل كيلو جرام. انا ما بتعاملش يا جماعه بوحده الثقل كيلو جرام في قوانين نيوتن، انا بتعامل بايه؟ بوحده نيوتن، فهضرب في 9.8. كده انا خلصت حته القوه. هقول له الكلام ده بيساوي الكتله هو جه قال لك ان كتلتها كام؟ 200 طن. انا ما بتعاملش بالطن، انا بتعامل مع الكيلو جرام. 200 طن يعني 200 الف كيلو جرام. طيب قال لك في الجيم، انا ممكن اجيب الجي من هنا، اللي انا اقسم هنا يا شباب على ال 200,000 واقسم هنا برضو على ال 200,000 بس. فدول طاروا مع بعض، هيطلع لي ان العجله على طول. اعمل الكلام ده على الاله يا قلبي. تعالى نمسك الاله. اقول له ايه؟ 2.5 ماشي في 1000، كل ده في 9.8 على ال 200,000، يعني 3 صفار، 1 2 3 بس. هيطلع معايا 49 على 400، يعني هيطلع معايا صفر علامه كام؟ 1225. صفر علامه 1225. اقول له متر كل ثانيه تربيع. طبعا دي كده العجله. ده اللي انا استفدته من قانون نيوتن الثاني. مستر ايه اللي خلاني استخدم قانون نيوتن الثاني؟ لو قرات السؤال كله هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي ولا سرعه منتظمه ولا سرعه ثابته ولا اقصى سرعه، فدماغي هتفكر في نيوتن الثاني. كده فهمتني يا معلم. طيب هو عايز ايه؟ عايز سرعه القطار بعد نص دقيقه. خلاص اللي جاي على فكره يعتبر معادلات حركه. يعني تعالى كده، قال لك وبدأ القطار يتحرك من السكون، يعني السرعه الابتدائيه هتساوي صفر. حلو. جه قال لك هو عايز سرعه القطار، يعني عايز السرعه النهائيه وعايز سرعه القطار. طيب بعد نص دقيقه يعني 60 30 ثانيه. 30 ثانيه. اصحى يا مستر، 60 ثانيه ايه؟ انت معاك عجله ومعاك ابتدائيه ومعاك زمن وعايز نهائيه. برضو يا جماعه ما معاكش مسافه، فتروح للمعادله رقم واحد من معادلات الحركه، فاروح اقول له ان ع بتساوي ع صفر زائد ج ن، وابتدي اشتغل يا معلم. طيب عين النهائيه اللي انا عايزها عباره عن ع صفر بصفر طارت، الجيم اللي هي بكام؟ صفر علامه 1 2 2 5، اضربها في النون اللي هي عباره عن 30، طلع الناتج يا معلم. حلو. هات الاله يا مستر.
يبقى اقول له ايه؟ صفر علامه 1 2 2 5. كل ده مضروب في كام يا شباب؟ في 30 يا مستر. الكلام ده بكام؟ قال لك 3 علامه 6 7 5. 3 علامه 6 7 5. طبعا اقول له متر لكل ثانيه، ما هي الوحدات اللي انت مستخدمها لها وحدات كبيره، فالسرعه اللي هتطلع سرعه كبيره، مش سنتيمتر، لا هتبقى متر لكل ثانيه. بس ده كده بالنسبه للسؤال رقم 2. لحد دلوقتي والله الدنيا لذيذه قوي، لو مشيت معايا بنفس الدماغ اللي انا ماشي بيها دي هتلاقي الدنيا رايقه قوي. تعالى بقى نبتدي في العك شويه، بس احنا اتفقنا مفيش عك، الموضوع لذيذ. ركز. قال لي فصلت العربه الاخيره من قطار. انا يهمني بقى بالعربه الاخيره اللي انا فصلتها دي. فصلت العربه الاخيره من قطار، وكتله العربه دي الاخيره دي ب 24.5 طن، عندما كانت سرعتها 54 كيلومتر كل ساعه. توقفت، ما اكيد لما فصلت من القاطره هتمشي شويه وبعد كده هتقف، ده طبيعي، فالعجله هتبقى تناقصيه، ده طبيعي برضو. المهم، قال لي وتوقفت بعد 125 متر، فان المقاومه على العربه المنفصله بتساوي كام؟ ثقل كيلو جرام. اصبر عليا يا صديقي. انا دلوقتي انا معايا العربه اهي، لو في رسم يا جماعه ارسم زي ما انا اتفقت. طيب العربه دي بتتحرك كده مثلا، فالمفروض هنا في قوه، لا مفيش قوه. ازاي يعني؟ ما هو خلاص العربيه كانت مربوطه في القاطره، القاطره كانت بتسحبها، فكان في قوه زي الفل. انما هو بدا المساله من اول لما فصلت ايه العربه الاخيره عن القاطره، فما بقاش في قوه، فاكن زي حته الرصاص اكنك زقتها وسبتها، فبالتالي زقتها يبقى مفيش قوه مستمره، بس اتجاه الحركه كده. ايوه عكس اتجاه الحركه، قال لك في مقاومه، هو اللي قال لك. هو انا هنجم يا ابني؟ هو هيقول لك. لو قال لك يبقى في مقاومه، لو ما قالكش يبقى هيقول لك مثلا ان في سطح خشن. الكلام ده هنشوفه في اخر درسين ان شاء الله في الديناميكا، لكن دلوقتي هيقول لك في مقاومه يبقى في مقاومه، مفيش مقاومه يبقى خلاص. وفي رسومات احنا خدناها لازم يبقى فيها مقاومه. فاكر لما كانت في مظله تهبط، كان في جسم يغوص في ميه او في طينه، فحاجات معروفه يعني. المهم ان هنا هيبقى في مقاومه. طيب مفيش ولا سرعه منتظمه ولا سرعه ثابته ولا اقصى سرعه، يبقى مش نيوتن الاول يبقى نيوتن الثاني، فمع مفيش ناقص عكس هيساوي كف ج. والله لسه قايلين الكلام ده. طيب تعالى بقى نشوف المعطيات اللي معايا. انا عشان اجيب المقاومه دي لازم يبقى معايا الكتله ولازم يبقى معايا العجله. خلي بالك انت معاك الكتله، قال لك ان الكتله 24.5 طن، هنبقى نحولها مش مشكله، يبقى معاك الكتله ناقص العجله. فانت دلوقتي رحله البحث عن العجله. طيب يبقى انا عايز العجله، طلع معطياتك يا قلبي، قلنا معادلات حركه، دي الفكره اصلا. تمام. قال لك فصلت العربه الاخيره من قطار وكتلتها كذا عندما كانت سرعتها 54 كيلو متر كل ساعه. يعني دي السرعه الابتدائيه بالنسبه لي انا، لان اول لما فصلت العربه كان سرعتها كذا، فدي السرعه الابتدائيه. ليه؟ لان السرعه النهائيه هتبقى بصفر. اشمعنى يا ابني؟ ما هي توقفت بعد 125 متر، يعني بعد ما انت مشيت مسافه 125 متر. طيب هي السرعه الابتدائيه قال لك 54 كيلو متر كل ساعه، فانا هضربها على طول، احولها لمتر كل ثانيه، يبقى اضربها في 5 على 18. ماشي يا مستر؟ هيطلع معايا 15، يبقى اقول له 15 متر لكل ثانيه. كده انت خلاص معاك دول. ناقصك ايه؟ انت عايز العجله. طيب ما معكش زمن، يبقى المعادله رقم 3. عارفين الكلام ده والله يا مستر؟ يبقى اقول له عين تربيع هيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. حلو الكلام. قال لك عين النهائيه بصفر هيساوي عين صفر تربيع يعني 15 تربيع، زي الفل. هقول له زائد 2 في الجيم اللي انا عايزها في الف. الف بكام؟ 125. طب ما تيجي نحلها يا عم، احنا كل حاجه نعملها على الاله. تعالى كده نكمل حل هنا. طيب هقول له ايه؟ انا معايا 2 في 125 ب 250، يبقى 250 جيم. طيب 15 تربيع ب 225، يعني ممكن اعمل كده 15 تربيع بكام؟ ب 225. فده كده موجب 225، اوديه الناحيه الثانيه هيبقى سالب 225. عايز اجيب الجيم، يبقى اقسم على 250 واقسم على 250. كنت ممكن اريح دماغي واروح اعملها بالاكس، بس ماشي يعني. اقسم ده على ده اطلع الجيم هتساوي. طبعا يا جماعه انا بقول الاكس، فما تنساش ازاي تحل الكلام ده، احنا بس تسهيلا على نفسنا لان السؤال بيبقى كبير، فما تلخبطش في اشاره ولا بتاع بعد ما عملت كل حاجه صح، فبسبب الاشاره دي الاجابات تطلع غلط، مش عايزين كده يعني. طيب السالب اهو، واقسم 225 على ال 250، يبقى اقسم الكلام ده كله كده، اقسمه على ال 250. هيطلع معايا 9 على 10 يعني 9 من 10، فاقول له سالب 9 من 10 متر كل ثانيه تربيع. الحمد لله جبت العجله. يبقى اطلع فوق، هبتدي اشتغل بقى. هو عايز المقاومه بتاعت العربه، فاقول له سالب م هيساوي الكتله 24.5 طن. يبقى اقول له 24.5 طن، لا انا هضربها في 1000 عشان تبقى كيلو جرام.
في العجله اللي انا لسه جايبها سالب 9/10. خلي بالك السالب ده هيطير مع السالب ده، واحسب المقاومه على طول. هتطلع معايا بالايه؟ بالنيوتن. اوعى تنسى، بالنيوتن. طيب تعال نحسب الرقم ده على الآلة. يلا بينا يا قلبي. هقول له ايه؟ 24.5 في 1000 في 9/10. حلو. الكلام ده بكام؟ يا نهار ابيض، 22,050. يا عم احنا مالنا واحنا هنحوشهم؟ 22,050 حبيبي يا مقاومة. حلو، يلا بينا. ده كده المقاومة بتاعتي اللي هو عايزها اصلا. بس طب هو عايزها يا مستر بالثقل كيلو جرام. يا لهوي على القرف، يا لهوي على القرف. يا عم قرف ايه؟ تعالى نعمل كده عشان بس ايه. الكلام ده هينزل يا جماعه على التليجرام، بعمل لك ايه سكرينات كده وانزله لك في ملف، يبقى ده المذاكره بتاعتك. طيب المهم يعني انت عايزها بالثقل كيلو جرام. قلنا من الثقل كيلو جرام للنيوتن بضرب في 9.8. من نيوتن للثقل كيلو جرام، ايوه، بقسم على 9.8. فانا ممكن امسك الناتج اللي طلع معايا ده اقسمه على 9.8 عشان يطلع لي بالثقل كيلو جرام، فيطلع معايا 2250. يبقى المقاومه هتطلع معايا 2250 ثقل كيلو جرام. ثقل لازم تطلع لسانك، ثقل كيلو جرام. حاضر. ده كده المقاومه. بس حلو، ده جاب السؤال رقم 3. يعني كل الكلام ده عارفينه، يعني انت لو مذاكر معايا من الاول في الديناميكا، حتى لو مش معايا انت خلاص عارف تفاصيل الكلام ده. الفكره بس في القانون نيوتن الثاني، مع ناقص عكس بيساوي كف ج. حلو يا مستر. تعال خش على السؤال رقم 4. قال لي سقط جسم، سقط جسم كتلته 3 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر على ارض رمليه، فغاص فيها مسافه 5 سم، فان مقاومه الرمل للجسم. بص يا قلبي، انت كان معاك جسم اهو، الجسم ده ماله؟ سقط، وبعد كده غاص في ارض رمليه. تمام، انا مش عارف انا عملت الارض الرمليه كده ليه. تعالى نعمل الارض الرمليه اهي. دي كده يعتبر يا عم ارض رمليه، هي بتقول لك انا ارض رمليه اهو. طيب اللي يهمني يا شباب، اللي يهمني ان انت هتجيب السرعه النهائيه قبل وتعتبرها السرعه الابتدائيه بعد. افكرك، قلت لك اذا تغيرت ظروف المساله، والظروف بتاعتك لما تتغير انت هتتحرك تحت في حاجه هتوقفك. تمام، لانه ممكن يمشي بسرعه منتظمه، فساعتها اللي انا هقوله ده غلط. لو سرعه منتظمه يبقى اللي انا هقوله ده غلط، انما المساله دي مش سرعه منتظمه، لانه قال لك ايه؟ ان ارض رمليه فغاص فيها مسافه 5 سم، فهيقف، مش هيفضل ماشي في ارض رمليه يعني. تمام، فبالتالي اذا تغيرت ظروف المساله، السرعه النهائيه قبل الظروف هي السرعه الابتدائيه بعد الظروف. هنا رمله، يبقى السرعه النهائيه قبل الرمله هي السرعه الابتدائيه بعد الرمله. تعالى، قال لك انا معايا جسم سقط، يعني السرعه الابتدائيه بصفر، سقوط حر. فاكر سقوط حر يعني الجسم بيقع او بيطلع من غير ما في قوه بتاثر عليه، فده سقوط حر يا قلبي. طيب يبقى السرعه الابتدائيه بتساوي صفر. طيب قال لك جسم كتلته 3 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر على ارض رمليه، يعني المسافه لحد الارض الرمليه دي يا جماعه ب 10 متر، فاقدر اقول له ان المسافه اللي الجسم مشيها 10 متر. تمام. طيب قال لك على ارض رمليه فغاص فيها، فكك من حته الارض الرمليه دي، تعالى نبتدي نشوف المعطيات اللي قبل الكلام ده. طيب مستر انت نازل لتحت يبقى مع الجاذبيه، ما انت نازل لتحت اهو، سقط، يبقى موجب 9.8 متر كل ثانيه تربيع. تمام. ناقصك ايه؟ انا عايز السرعه النهائيه قبل الظروف عشان هعتبرها السرعه الابتدائيه هنا. انت فاهم قصدي؟ فانا هروح اجيب السرعه الايه؟ النهائيه. ركز معايا، اعتبر ان دي مساله لوحدها، هنا ما معكش الزمن، يبقى اروح اجيبها عن طريق المعادله رقم 3. هقول له عين تربيع هيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. ماشي يا قلبي. هقول له ايه؟ ان العين النهائيه هشيل التربيع وجذر الناحيه الثانيه على طول. طيب عين صفر بصفر، هيبقى لي 2 في الجيم اللي هي العجله بتاعت الجاذبيه 9.8 في الف اللي هي ب 10. بس هيطلع معاك السرعه النهائيه على طول. اعمل الكلام ده على الاله يا شباب. امسك الاله، اقول له انا معايا جذر 2 في 9.8 في العشرة، الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك الكلام ده بيساوي 14. يبقى السرعه النهائيه عباره عن 14 متر لكل ثانيه. دي السرعه النهائيه قبل الرمله، يعني ده كده قبل الرمل. طيب ده قبل الرمل. بعد الرمل بقى انا هعتبرها سرعه ابتدائيه. دي الفكره بقى يا شباب، تبقاش حافظ، بس انا فهمتها لك وبعد كده بصمجتها لك يعني. بعد الرمل انا معايا السرعه الابتدائيه بكام؟ ب 14 متر كل ثانيه. طب خلي بالك، هو لما يمشي في الارض الرمليه دي يا جماعه، قال لك غاص فيها مسافه 5 سم. يا مستر المسافه اللي مشيها 5 سم، يعني 5 من 100 متر. انا هحول من السنتي للمتر اقسم على 100. طيب وانت ماشي
تغوص في ارض رمليه يعني هتقف في الاخر، يعني السرعه النهائيه بصفر. طيب حلو الكلام. طب انت عايز ايه يا مستر؟ تعال تعال تعال. انت دلوقتي معاك الجسم اهو. تعالى بس نمسح الحته دي معلش، عشان ايه؟ يبقى اللي جوه بس عباره عن الجسم. تمام تمام. ونمسح دي كمان نرسمها فوق سنه. ركز معايا. انا معايا اهو الجسم اهو. تمام. لما ينزل لتحت ايه اللي بينزله؟ وزنه. يا ابني ما اي حاجه بتنزلها وزنه، يبقى الكاف د. يبقى الكاف د هي اللي تحت. طيب ايه اللي بيخلي الجسم اصلا يقف؟ مقاومه الرمل، وانت نازل الرمل عماله تقاومك لحد ما وقفتك، يبقى في مقاومه وانت نازل. طيب ما جابش سيره سرعه ما جابش سيره سرعه منتظمه ولا سرعه ثابته ولا اقصى سرعه، يبقى نيوتن الثاني. نيوتن الثاني بيقول لك القوه اللي مع الحركه ناقص القوه اللي عكس الحركه هيساوي كف ج. حلو. تعال نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. طيب انا معايا الكاف بكام؟ قال لك كتلته 3 كيلو جرام، يبقى 3. د اللي هي 9.8 هقول له ناقص الميم، هو عايز المقاومه اصلا. طيب هقول له بيساوي الكاف معايا بكام يا مستر؟ ب3. في الجيم ما معيش جيم. عشان كده هو حكى لي قصه حياه الجسم، يعني عشان يبقى معايا معطيات واجيب العجله عن طريق معادلات الحركه. ايوه يا عم. يعني انت هنا عايز العجله، خلاص اشتغل معادلات حركه يا عم. تعالى هنا اهو. انت دلوقتي ما معكش الزمن، يبقى برضه هروح للمعادله رقم 3، فاقول له عين تربيع هيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. حلو حلو. هقول له يا مستر عين النهائيه بصفر هيساوي عين صفر تربيع يعني 14 تربيع. طيب زائد 2 في الجيم، المتوقع ان هي سالب، مش متوقع ده الاكيد، ما هو العجله تناقصيه لحد ما توقف الجسم. طيب في الف 5 من 100. بس يا عم شيفت كالك يساوي، انا والله ما يعني بص اهو صفر، اقول له بيساوي 14 تربيع. طيب زائد 2 في ج اللي هي الاكس في 5 من 100. خليه سؤال كده مره اكس ومره بخطواتنا عشان بس ما ننساش، يعني عشان ننجز برضو الفيديو. يبقى شيفت كالك يساوي، هيطلع معايا السالب 1960. يبقى ده كده العجله يا جماعه طلعت معايا بكام؟ تعال نكتبها تحت برضو عشان تبقى عارف الخطوات مترتبه ازاي. سالب 1960. طبعا متر كل ثانيه تربيع، وطبيعي ان العجله تبقى كبيره كده يا شباب، ده مقاومه رمله، فاهم؟ فالعجله لازم تبقى تناقصيه بنسبه كبيره يعني. المهم تعال نبتدي نشتغل هنا. خلاص كان ناقص العجله، يبقى العجله عباره عن ايه؟ انا خلاص هبدا اعوض هنا خلاص اهو. فاقول له ان العجله عباره عن ايه يا شباب؟ سالب 1960. حلو. بس بالاكس برضه هتعرف تطلع الميم. مستر مش عايز اعمل بالاكس، خلاص الشويه دول هتوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، وبعد كده تقسم على سالب عشان تطلع الميم. تعالى نعملها بالاكس. ضحكت عليك. يلا. هقول له ايه؟ 3 في 9.8 اقول له ناقص الميم اللي هي الاكس، اقول له كل ده بيساوي 3 في سالب 1960. شيفت كالكي يساوي طلعت معاك كام؟ يا نهار ابيض. 5000 5909 و4 من 10. 5909 و4 من 10. بس خلي بالك دي طالعه من نيوتن الثاني، فده هيبقى بالنيوتن. طب هو انت عايزها بالنيوتن؟ تعال نشوف. اطلع كده. قال لك لا انا عايزها بالثقل كيلو جرام. يبقى خلاص انا عشان عايز اجيبها بالثقل كيلو جرام اقسم على 9.8. يبقى اقسم الكلام ده يا جماعه على 9.8 هيطلع لي 603. فاقدر اقول له ان المقاومه ب 603. ايه اللي انا كتبته ده؟ 603. صح صح صح. ثقل كيلو جرام. ثقل طيب حبيبي يا ثقل. يلا بينا. ده المقاومه. ايه المقاومه؟ بس هو عايزها بالثقل كيلو جرام، فده اللي انا عايزه يعني، بس عشان تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. لو مشيت مع السيناريو بتاع السؤال هتلاقي نفسك اللي هي حاجه بتسلمك لحاجه، حاجه بتسلمك لحاجه، فما تحفظ. امشي مع السؤال مع السيناريو عادي. مع السؤال مع السيناريو عادي. حلو والله. طب تعالى كده نخش على سؤال رقم 5. سؤال رقم 5 بيقول لك ايه؟ اطلقت رصاصه كتلتها 7 جرام من فوهه مسدس. قلنا يا جماعه المسدس بيلسعها قوه مره واحده فبتجري. القوه دي مش مستمره، فبعد كده مفيش قوه، بس بيبقى في مقاومه عكس الاتجاه. طيب يبقى سالب ميم بيساوي كف ج. والله لسه قايلها حالا. اطلقت رصاصه كتلتها 7 جرام من فوهه مسدس بسرعه 245 متر كل ثانيه على حاجز رأسي من الخشب، فغاصت فيه مسافه 22 و25 سم قبل ان تسكن، فان مقاومه الخشب للرصاص. اوه حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام. طب مستر ممكن ارسم؟ تعالى اخليك ترسم بس عشان تبقى متخيل الموضوع. تعالى نرسمها هنا يا عم. انت دلوقتي معاك الخشب اهو، والله لسه قايلها لك اصلا.
الرصاصه اهي معاك هنا يا جماعه في قوه، لا خلاص القوه مش مستمره بس الرصاصه ماشيه كده، في مقاومه عكس الاتجاه، فده اللي خلاني اقول مع اللي هي صفر ناقص عكس اللي هو ناقص الميم هيساوي كف في ج. طبعا الصفر ملوش لازمه فما كتبتوش. طيب مستر انت عايز ايه؟ مقاومه. طب معاك الكتله؟ معايا الكتله ب 7 جرام يا عم هنبقى نحولها. طيب معاك العجله؟ انت معاك الكتله، هل معاك العجله؟ لا. فانا دلوقتي عايز اجيب العجله. طب اجيب العجله ازاي؟ اهو اقرا بقى المعطيات، طلع معطيات من معادلات الحركه. جه قال لك ايه؟ اطلقت رصاصه كتله 7 جرام من فوات مسدس بسرعه 245 متر كل ثانيه. يعني السرعه الابتدائيه اللي انا ضربت بيها الرصاصه 245 متر لكل ثانيه. طيب قال لك على حاجز راسي من الخشب فغاصت فيه مسافه 2.25 سنتيمتر. طيب انا عايز المسافه بس بالمتر بقى. ازاي؟ اقسمها على 100. ياض عيب بقى. يبقى امسك كده اقول له ايه؟ 12 علامه 25 اقسمها على 100. طيب الكلام ده بيساوي كام؟ 49 على كام؟ على 400 يا ابن هات يو. يعني 0 علامه 1 2 2 5 متر طبعا يا شباب ها. طيب يا مستر اكمل. قال لي قبل ان تسكن، يعني السرعه النهائيه بصفر. انا عايز العجله عشان انا عايز اجيب المقاومه مش حبا في العجله. انا كده بدات اجمع. طبعا العجله هتطلع معايا بالمتر كل ثانيه تربيع. طيب انت هنا ما معكش زمن، يبقى اروح برضو للمعادله رقم كام يا جماعه؟ 3. فاقول له ايه؟ عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طيب عين النهائيه بصفر، اقول له بيساوي عين صفر بكام؟ 245 تربيع. اقول له زائد 2 في الجيم اللي انا عايزها في الفه اللي هي عباره عن صفر علامه 1 2 2 5. اتفقنا هنحل مره بالاله ومره من غير الاله. يلا بينا يا عم. انا هضرب ده في 2 2 في الرقم ده، ف2 في يطلع معايا، تعالى نعمل كده على طول عشان ما نوجعش دماغنا. 2 في صفر علامه 1 2 2 5. طيب كام؟ 49 على 200 يعني صفر علامه 2 4 5. يبقى ده كده صفر علامه 2 4 5. ده في ده طلع لي الرقم ده مضروبه في الجيم. طبعا انا هحسب ده واديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. طب ايه رايك؟ ده موجب القوس او اديه الناحيه الثانيه على طول سالب القوس. التربيع ملوش دعوه بالسالب ها. كل ده 245. فهمت. طب انا عايز الجيم، اقسم على الرقم ده هنا وهنا، يبقى هقسم على الرقم ده هنا وهنا. اوكي يا مستر اوكي. طيب ده طار مع ده هيطلع لي العجله على طول. بس يعني عرفت العجله من غير الاله برضه هنروح نستخدم الاله، تروح تحسب دي يعني من غير الاله. يلا اقول له سالب، افتح قوس 2 4 5 اقفل القوس تربيع على صفر سيرش يمين صفر علامه 2 4 5. حبيبي والله يا مستر. يلا طلع معايا كام؟ سالب كام؟ سالب 245,000. سالب 245,000. سالب 245,000. طبعا ايه يا جماعه؟ متر كل ثانيه تربيع. ده كده عباره عن الايه يا جماعه؟ العجله. حلو. جبت العجله اطلع فوق عشان اعوض بيها بقى. ما احنا بنجيب العجله مش حبا فيها يا قلبي. يا ابني اصبر بقى ده انت رخي. يبقى سالب ميم هيساوي الكتله. هو قال لك ان الكتله بكام؟ الكتله يا مستر ب 7 جرام. طب انت عايز الكتله بالكيلو جرام، يبقى اقسم على 1000، يبقى 7 من 1000 كيلو جرام مضروبه في العجله سالب كام؟ 245,000 بس. طب انت عايز الميم، طير السالب مع السالب هيطلع الميم على طول. خلي بالك الميم اللي هتطلع لي نيوتن يا بابا، نيوتن يا حبيبي. يبقى الرقم اللي طلع معايا ده يا جماعه اضربه، طبعا هو بالسالب يعني، المهم اضربه فيه 7 من 1000. طبعا انا هو كان بالسالب، المفروض انا طيرت السالب فهطلع الناتج بالموجب. يبقى 1715. 1715 ايه يا جماعه؟ نيوتن. نيوتن. طيب تيجي نجيبها بالثقل كيلو جرام. اشمعنى؟ اصل انا بصيت في الاختيارات الصراحه ما لقيتش 1715 نيوتن. خلاص يبقى احولها بالثقل كيلو جرام لان عندي واحده ثانيه ثقل كيلو جرام. عشان احول للثقل كيلو جرام اقسم على 9.8 فامسك الرقم ده اقسمه على 9.8. طلعت معايا 175. طبعا فكك من السالب ده عشان بس هو متسجل على الاله. يبقى 175 ثقل كيلو جرام. بس خلاص فين؟ اهو يا عم اهو يا عم اهو يا عم. خلصت السؤال. سيناريو طويل وبتاع، ماشي يا عم، طويله بس كل خطوه بتسلمك للخطوه اللي بعديها. هي بتاخدك من ايدك وتسلمك للخطوه اللي بعديها. بس لو انت مذاكر معادلات حركه وسكوت حر. طيب تعالى كده نخش على سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 بيقول لي دفع رجل سياره ساكنه كتلتها 980 كيلو جرام بقوه ثابته
فاصبحت سرعتها 45 سنتيمتر كل ثانيه. بعد 5 ثواني اوجد بالثقل كيلو جرام القوه التي دفع بها الرجل السياره اذا كانت المقاومه. لا ده في مقاومه. يبقى انا معايا سياره اهو يا شباب، السياره دي عشان تتحرك في قوه اثرت عليها ناحيه اليمين فحركتها كده. طيب يبقى المقاومه عكسها، عكس اتجاه الحركه مش عكس القوه، يبقى المقاومه هنا. طيب نيوتن الثاني ليه؟ عشان ما فيش ولا سرعه منتظمه ولا سرعه ثابته ولا اقصى سرعه. بيقول لك ان القوه اللي مع الحركه ناقص القوه اللي عكس الحركه هيساوي كف ج. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ انا مش فاهم. قال لك اوجد القوه، يبقى انا عايز القوه. هل انا معايا المقاومه؟ قال لك اه معاك المقاومه ب 50 ثقل كيلو جرام. طب هل انت معاك الكتله؟ قال لك اه معاك الكتله 980 ايه كيلو جرام. طب هل انت معاك العجله؟ لا. خلاص بقى انت حفظتني، يبقى معادلات حركه يا قلبي. يبقى اروح اقول له تعالى دفع رجل سياره ساكنه، يبقى السرعه الابتدائيه بصفر. قال لك كتلتها كذا بقوه ثابته فاصبحت سرعتها يعني دي السرعه النهائيه بتاعتك يا شباب. يبقى السرعه النهائيه 45 سنتيمتر كل ثانيه. طبعا انا هقسم على كام؟ على 100 عشان احولها لمتر كل ثانيه، فيطلع معايا 45 من 100 ايه متر لكل ثانيه. دي الابتدائيه ودي النهائيه. قال لك بعد 5 ثواني يبقى الزمن كام؟ 5 ثانيه. طيب انت عايز ايه؟ انت عايز العجله. خلاص انت ما معكش مسافه، يبقى روح للمعادله الاولى. المعادله الاولى بيقول لك ع بتساوي ع صفر زائد ج ن. بس ابتدي اشتغل بقى. ع النهائيه بكام؟ 45 من 100 هيساوي ع صفر خلاص بصفر. كل ده عباره عن الجيم في النون، النون بخمسه والجيم بجيم عادي. طب انا عايز الجيم، اقسم هنا على الخمسه واقسم هنا برده كام؟ على الخمسه. دول طاروا مع بعض هيطلع لي العجله 45 من 100 على الخمسه. فممكن اجيب الاله كده اقول له 45 من 100 على الخمسه. الكلام ده بيساوي كام؟ 9 على 100 يعني 9 من 100. فاقول له ان العجله عباره عن 9 من 100 متر كل ثانيه تربيع. ده كده عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن العجله. همسك بقى العجله وابتدي اشتغل هنا بقى. الموضوع بمنتهى البساطه خالص. يبقى اقول له ان القاف ناقص الميم. بقى الميم تعالى نبعد سنه عشان لو احتاجنا ايه مسافه. يبقى اقول له القاف ناقص الميم. هو قال لي الميم بكام؟ 50 ثقل كيلو جرام. خلي بالك لما تيجي تعوض في النيوتن بتعوض وحدات مطلقه، فاضرب الثقل كيلو جرام 9.8 من 10 عشان احولها لنيوتن. اي قوه كده اي قوه كده. طيب هقول له بيساوي الكتله. قال لك 980 كيلو جرام. حلو. قال لك العجله انا لسه جايبها 9 من 100 بس. طب ما ايه رايك اودي سالب الرقم ده الناحيه الثانيه موجب الرقم ده؟ يعني اقول له ان القاف هتساوي 980 في التسعة من 100. السالب ده هيروح الناحيه الثانيه موجب 50 في 9.8 من 10. بس يا شباب خلاص الموضوع خلص. طلع القوه على الاله تكه واحده. حلو تكه واحده. تسمع صوت التكه فانت في امان. يبقى اقول له 980 في 9 من 100 زائد 50 في 9.8 من 10. طيب الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك يا نهار ابيض 578 و2 من 10. 578 و2 من 10. اصل ده رياكشنات الناس اللي هو ايه ده الرقم ده انا صح ولا غلط؟ يا ابني رقم عادي فيه ايه؟ طالما واثق يبقى صح. نيوتن. طب هو عايز ايه؟ قال لك انا عايز اوجد بالثقل كيلو جرام. يعني انا عايز بالثقل كيلو جرام القوه دي. طيب فبالتالي انا هروح امسك القوه اللي انا طلعتها ديت واقسمها على 9.8 من 10 عشان احولها للثقل كيلو جرام. يبقى يطلع معايا 59 ثقل كيلو جرام. ثقل ايه يا جماعه؟ كيلو جرام. دي القوه اللي هو عايزها. تعالى نعمل عليها بالاحمريقه كده عشان تبقى عارف ان هي دي القوه اللي هو عايزها. بس ده سؤال رقم 6. نفس السيناريو نفس الكلام، انا ما اخترعتش يعني. طيب تعالى كده نخش على السؤال ده. قال لي سقط جسم كتلته 2 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر نحو ارض رمليه فغاص فيها مسافه 5 سم. احسب بالثقل كيلو جرام مقاومه الرمل بفرض ثبوتها. يا جماعه ده نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. انت معاك سقط جسم، انا مش هحلها معاك انا هديك الخلاصه. سقط جسم على ارض رمليه. قبل الرمل السرعه النهائيه هتبقى السرعه الابتدائيه بعد الرمل. سقط جسم يعني السرعه الابتدائيه بصفر. طيب قال لك من ارتفاع 10 متر يبقى المسافه ب 10 متر. حلو. طب وبعدين قال لك نحو ارض رمليه. طب بعيدا عن الارض الرمليه خلينا قبل الارض الرمليه. انت نازل مع الجاذبيه عشان ده سقوط حر يبقى موجب 9.8 من 10 متر كل ثانيه. طيب انت عايز السرعه النهائيه قبل. طبعا انت جايبها من معادلات الحركه والمعادله الثالثه تحديدا عشان ما فيش زمن. هتعتبرها السرعه الابتدائيه بعد. تمام بعد الرمله اللي انت لسه جايبها دي. تمام. قال لك غاصه في الرمله دي مسافه 5 متر يعني المسافه 5 سنتيمتر يعني المسافه اللي مشيها 5 من 100 متر. لان انا هقسم على 100 عشان احول من السنتي للايه؟ للمتر.
طيب لما يوصل للاخر السرعه النهائيه هتبقى بصفر. انا هنا اكيد هبقى محتاج العجله. اشمعنى؟ لان انت معاك يا جماعه الجسم اهو لما يسقط في الارض الرمليه هيبقى وزنه الاسفل اللي هو ك د، والمقاومه بتاعه الرمل الاعلى لان المقاومه عكس اتجاه الحركه، فمع ناقص عكس هيساوي ك ج. بس يا شباب ابتدي اشتغل وطلع اللي انت عايزه. قلناها لسه نفس السؤال قايلينه من شويه، بس ما كانش ايه رمله، كان ايه هنا؟ كانت ايه هنا؟ الله اجيبها لك. ارض رمليه، والله كانت ارض رمليه برضه. ده نفس السؤال، ده نفس السؤال يعني. احنا تعبنا اعصابنا يعني. تعال نخش على سؤال رقم 8. بيقول لي اوجد قوه الفرامل المقاومه لحركه قطار مقدره بالثقل كيلو جرام لكل طن من كتلته اذا كانت سرعته 72 كيلو متر كل ساعه واوقفته الفرامل بعد ان قطع 250 متر، واوجد الزمن اللازم لذلك. بصوا يا شباب، في فرامل طالما دوست فرامل يبقى مفيش قوه محرك. انت مش بتدرفت يا قلبي، يعني مش هتقعد تدوس بنزين وفرامل بنزين وفرامل وتقعد تعمل خمسات. احنا مش في حنه ام شيماء. فالفكره كلها ان انت دوست فرامل يعني مفيش قوه، فانت ماشي كده. بس في فرامل ففي مقاومه اللي هي قوه المقاومه بتاعت الفرامل بتقلل سرعتك لحد ما تقف. فبالتالي انت معاك ايه؟ العربيه اهو. طيب هنا يا جماعه مفيش قوه، انت بتتحرك يمين بس في مقاومه بتاعت الفرامل، مقاومه بقى احتكاك بقى وهواء وقصه وجمدان يعني. المقاومه عكس الحركه مع ناقص عكس هيساوي ك ج. صح ولا ايه يا مستر؟ صح. هو عايز قوه الفرامل المقاومه لحركه قطار مقدره يعني هو عايز المقاومه. هو قال لك ان الكتله بكام؟ وجه قال لك ان الكتله بكام اذا كانت سرعته ايه؟ اذا كانت سرعته 72 كيلو متر كل ساعه. طب هو مش مديني الكتله. طب ماشي، اعتبر الكتله ده مجهول يعني. طب تعرف تجيب العجله؟ اعرف اجيب العجله ازاي؟ تعال نطلع فوق. وجه قال لك اذا كانت سرعته يعني السرعه الابتدائيه اول لما داس الفرامل 72 كيلو متر كل ساعه، فانا ممكن احولها لمتر كل ثانيه على طول، اللي انا اضرب ال 72 دي في 5 على ال 18. طيب هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 20. فاقول له ان السرعه الابتدائيه 20 متر كل ثانيه. حلو الكلام. بعد ايه كده؟ قال لي واوقفته الفرامل يعني السرعه النهائيه بصفر. حلو. بعد ان قطع 250 متر يعني المسافه اللي مشيها، يا نهار ابيض 250 متر. طيب 250 متر ده كان ماشي على سرعه كام ده؟ ماشي. هو جه قال لي انا عايز العجله بقى يا مستر، ما قاليش حاجه. تعال نجيب العجله. طب اجيب العجله ازاي يا عم؟ انا هجيب العجله ازاي ما معكش زمن؟ اروح للمعادله رقم 3. يبقى عين تربيع هتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طيب عين النهائيه بصفر، عين الابتدائيه 20 اقول له تربيع، اقول له زائد 2 في الجيم اللي انا عايزها في الفه اللي هو قال لي 250 متر. شيفت كالك يساوي، اقول له شيفت كالك يساوي، يبقى اقول له صفر يساوي، احنا اتفقنا سؤال عليا وسؤال عليك 20 تربيع زائد 2 في الاكس اللي هو الجيم في ال 250. شيفت كالك يساوي هيطلع معايا سالب 8 من 10. اكيد العجله هتبقى سالبه، امال انت عايزها موجبه يعني؟ ما انت وقفت. يبقى العجله سالب 8 من 10 متر كل ثانيه تربيع. حلو الكلام يا مستر، حلو الكلام يا حبيب قلبي. طيب نتاكد بس من الرقم، سالب 8 من 10. اجي هنا بقى، انت عايز ايه؟ المقاومه فاقول له سالب م هيساوي الكتله. الكتله ما اعرفش بكام والله، سيبها كام. العجله سالب 8 من 10. طيب فالسالب هيطير مع السالب، يعني المقاومه هتساوي 8 من 10 كاف. هو عايزها مجهوله يا شباب. كان ممكن يقول لك ان الكتله باي رقم. تمام. تعالى يا عم اقول لك الكتله باي رقم عشان ايه؟ تبقى الدنيا ظابطه معاك. طيب قال لك ان الكتله ب 3 طن. حلو الكلام يا عم، حلو الكلام. فهتيجي تقول له ان الكاف دي ب 3 طن، لا هتقول له 3000 كيلو. صح ولا ايه؟ صح يا مستر. يبقى قول له الكتله كده ب 3000. انا زودتها لك، هو خلي بالك هو مش عايزها فانت هتسيب الكاف. بس تعالى نقول ان هي ب 3 طن يعني 3000. طيب يبقى قول له المقاومه عباره عن 3000 في 8 من 10. فاقول له 3000 في 8 من 10. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك 2400. بس خلي بالك 2400 ايه يا جماعه؟ 2400 نيوتن. ده اللي انا طلعته، انا مش عارف هو ده اللي عايزه ولا لا. تعالى كده نشوف اللي هو عايزه ايه. قال لك انا عايز اوجد قوه الفرامل المقاومه لحركه القطار مقدره بالثقل كيلو جرام لكل طن. طب تعالى اول نجيبها بالثقل كيلو جرام. ازاي اجيب دي بالثقل كيلو جرام؟ اقسم على 9.8 من 10. يبقى اقسم على 9.8 من 10 عشان احول من نيوتن للثقل كيلو جرام. هيطلع معايا الرقم ده، الرقم اللزوز ده اللي هو كام؟ 12000 على 49. يبقى اقول له 12000
على 49. طبعا ثقل كيلو جرام. هو جه قال لك يا جماعه لكل طن، هو عايز قوه الفرامل المقاومه لحركه القطار مقدره بالثقل كيلو جرام لكل طن، يعني للطن الواحد، فاقسم على عدد الاطنان. تعالى كده اقسم كده على عدد الاطنان، هتقسم هنا على عدد الاطنان اللي هم 3، هيطلع معايا الرقم ده اللي هو كام يعني 81. يعني ممكن نسيبه زي ما هو ملموم كده 4000 على 49. فاقدر اقول له ان المقاومه ب 4000 على 49 ثقل كيلو جرام للطن الواحد، فاقول له لكل طن. طبعا انت ممكن تعمل كده على طول، لكل طن، بدل عشان يبقى شكلها رياضي جميل كده، تبقى راجل مهندس قد الدنيا ان شاء الله. طيب او علم علوم ان شاء الله، تبقى حاجه كويسه، تخش طب كده وتشرفنا يا عم. ده كده المقاومه. طب لو كان عايزها بالكاف يا جماعه، يعني لو عايزها بالكاف، تعالى كده معلش احلها لك تاني، بس لو انا عايزها بالكاف، انا بس قلت احلها لك كده عشان ما تتلخبطش معايا. تعالى نعتبر ان هو عايزها بالكاف. تمام تمام. فنمسح بس كل ده كده، واطلع كده، اسيبها مجهوله. انا معايا الكاف مجهوله صح، فاسيب الكاف زي ما هي. يبقى المقاومه هتساوي 8 من 10 كاف. ايه اللي انا عملته ده؟ 8 من 10 كاف نيوتن. هو عايزها ايه؟ بايه يا جماعه؟ ثقل كيلو جرام. يبقى هقسم على كام؟ على 9.8 من 10. بمسك ال 8 من 10 هقسمها على ال 9.8 من 10. طيب قال لك 4 على 49. 4 على 49 كاف، دي هتبقى بالثقل كيلو جرام. طبعا خلي بالك هنا انا مش هقدر اقول لكل طن هتبقى بكام، عشان كده المساله دي كانت ناقصه، فانا حليتها لك بالايه؟ بال 3000. فاحنا ممكن نعمل كده، لان انت المفروض عشان تجيب مقاومه الطن الواحد تقسم على عدد الاطنان، انا معيش عدد الاطنان حتى، فاهم؟ فده حوار رخم كتير. لا انا اسف، انا اسف يا اختي. اه سكل سكل ثقل كيلو جرام لكل طن. بس كده يا شباب، حلو زي الفل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحلها كده على اساس بقى ايه؟ ان خلاص الكتله ب 3 طن زي ما احنا اتفقنا. وكده يا شباب الحمد لله وصلنا لاخر الحصه. نيوتن التاني من اهم الدروس صدقني. ذاكر الدرس ده كويس، حل معايا في الفيديو، يعني يا ريت تكون عملت كده. بالتوفيق يا شباب، استنونا ان شاء الله في المحاضرات الجايه، ويلا سلام.